مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة، تكملة لبعض الفيديوهات واللقاءات اللي بنقدمها معاكم دايما على القناة بتاعتنا الخاصة بسنة أولى إدارة. وسواء كنت حتى مدير بالخبرة، محتاج تتعلم بعض الحاجات الأساسية في الإدارة. واتكلمنا في الفيديو اللي فات عن بعض الملخصات والخبرات اللي هتساعدنا في الفترة الجاية في الشغل مع الموظفين بتوعنا. وبعدين زي ما احنا قلنا كده وبنأكد إن دي كانت خبرات حياتية بتعتمد على اللي احنا شفناه مع الموظفين في الفترات اللي اشتغلناها في الشركات، وفي نفس الوقت لما بنروح زيارات للشركات از كونسلتنت يعني. فدي الحاجات، ولو حابب ترجع الفيديو ان شاء الله اسيب لكم في الكومنتس برضو، ولو حابب تضيف لنا حاجات موضوع نتكلم فيها هكون شاكر لحضرتك جدا. ايه اللي هنتكلم فيه النهارده؟ وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا، بتقول ان في 4 مشاكل مهمه جدا ممكن تقابلك مع الموظفين، لازم تاخد بالك منهم دايما وتركز في التفاصيل اللي هنقولها، عشان دي هتفرق معاك قوي لو تجنبتهم، وهيفرق معاك كمان على مستوى ادائك مع الفريق بتاعك. في نفس الوقت ان شاء الله يبقى في اداء احسن لو تجنبنا هذه المشاكل. اول مشكله ان الموظف لما يكون عندك ما بيكونش عارف ايه الدور اللي عليه بالضبط. يجي يقول لك احنا عملنا الجوب ديسكريبشن واللي الموظف مضى عليها وشاف ايه المهام والمسؤوليات اللي عليه، ولكن يتبقى جزء مهم جدا ان المكتوب ممكن يكون غير مفهوم. فمحتاج حضرتك تدرب الموظفين بتوعك على ايه المطلوب منه بالضبط، لان ساعات يكون الجوب ديسكريبشن او الوصف الوظيفي مطاط شويه في بعض المهام والمسؤوليات، واسع اكبر، بما ان احنا بنحط بعض الدوكيومنتيشنز المعتمده على ان احنا عايزين ناخد جوده او نحط اس او بيز او نشتغل على ان احنا كشركه عندنا تشيك ليست وجوب ديسكريبشنز. ولكن على مستوى الارض بقى محتاج الناس دي تفهم بالضبط ايه المطلوب منهم، عشان ده هيفرق معاك لما تقيس ادائهم، او بمعنى اصح تبدا تقيمهم وتشوف ايه نقاط القوه اللي عندهم عشان ندعمها، ونقاط الضعف عشان يعني نقوي النقط السلبية عندهم أو البوينت اللي محتاجة نقويهم فيها. ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا، إن أنت تفهم الموظف بالظبط إيه المطلوب منه، عشان ده هيفرق معاك زي ما إحنا قلنا. دي أول حاجة. تاني حاجة، تعارض الأدوار. أنت ممكن يكون بتشتغل مندوب مبيعات، أو الفريق بتاعك مندوب مبيعات، يعني فريقك فريق البيع ومعاك مندوبين، وتلاقي في حد بيعمل حاجة يعني بمعنى أصح بتقلل من الحاجة الأخرى، أو كل واحد بيعمل حاجة من وجهة نظره، وبالتالي أنت ما بتحصلش على النتيجة اللي أنت عاوزها. طيب، مش بس تعارض الادوار ما بين الموظفين، لا انا بتكلم كمان على الشخص نفسه. لما انت بتطلب منه حاجه في نفس التوقيت بتطلب منه حاجه تانية، والاتنين مش مكملين لبعض. عارف فكره التوصيل على التوازي والتوصيل على التوالي لما كنا بنتكلم زمان في الفيزياء؟ فكره ان انت تحط لهم مهمتين مع بعض في نفس التوقيت، دي حاجه ودي حاجه. كلم العملاء عن طريق التليفون وانزل زور العملاء في نفس اليوم، شويه مش مكملين لبعض. انما لو قلت له هتزور المنطقه دي على دكاتره معينين او على عميل مهم، وفي نفس الوقت في منطقه اخرى هتروح للعميل تتحصل منه فلوس، فبالتالي الاتنين مرتبطين. اوعى تعمل حاجتين ضد بعض، عشان ده في الاخر هيأثر على مستوى الاداء الموظف بتاعك. طيب، رقم 3، تداخل بقى الادوار. هناك كان تعارض الادوار للموظف نفسه، هنا تداخل ادوار. في فرد بيعمل حاجه والتاني بيعمل حاجه، والاتنين مش مكملين لبعض. بمعنى، انا مطلوب مني في تشيك ليست او اس او بيز ان انا اخد الاوردر من العميل وابلغ بيه المخزن، او ببلغ بيه الحسابات، او ابلغ بيه جزء التوزيع. تلاقي جزء التوزيع في هذا التوقيت بيعمل حاجة مختلفة تماما عن المطلوب منه، بما ان احنا متفقين على يوم توزيع الاوردرز ولا حاجة. وبالتالي هتلاقي كل واحد بيعمل حاجة تعارض الشخص الآخر. وبالتالي لو انت طالب منه اوردر كمندوب مبيعات للمخزن، وهو بيعمل جرد في هذا التوقيت وانت مبلغ العميل بتاعك، ده هيفرق معاك جدا كصورة مش كويسة قدام العميل بتاعك. فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا، ان احنا بنشتغل هارموني سينكرونايزيشنز. كلنا بنشتغل اوركسترا، كله بيطلع صوت، بس في الاخر مفيش صوت نشاز، عشان في الاخير احنا محتاجين يعني يبقى في توافق اكبر عشان نحصل على نتائج احسن. دي رقم 3.
رقم 4، تلاقي في حاجة كده ملهاش صاحب، مش عارفين هي مين اللي بيعملها. اوعى تسيب مهام، مش عايز اقول كتير لان كده كده مش عايز اقول سوري مهام خالص غير مسنده الى حد، لان طبيعي هيكون موجود بيحصل يعني حاجه بتطلع في النص كده. بس اوعى تسيب مهام كتيره ملهاش صاحب، وفي نفس الوقت اوعى توكل بيها ناس ما بيعرفوش يعملوها، عشان ده في الاخير هيأثر على الوظيفه الاساسيه بتاعتهم، وفي نفس الوقت مش هيديها لك بالكفاءه لان انت ما اديتلهاش الاهتمام، ولا حطيتها في الجوب ديسكريبشن، ولا دربته عليها، ولا عرفته ايه المطلوب منه، ولا هتعرف تقيس اداؤه فيها. وبالتالي اوعى تسيب مهام كتير مش مسنده الى حد، لان ده هيفرق معاك جدا. دول 4 مشاكل اوعى كمدير تهملهم او ما تفكرش فيهم. اول حاجه، انت مش عارف او الموظفين بتوعك مش عارفين ايه المطلوب منهم بالظبط. تداخل الادوار، او تعارض الادوار، انا بعمل حاجه وبتطلب مني حاجه مش مكمله ليها او في نفس التوقيت هتبقى مضاده لبعضها. 3، تداخل الادوار، ان انا بعمل حاجه وزميلي مش بيعمل نفس الحاجه المكمله ليها عشان نوصل ل end بوينت مهمه للعميل بتاعنا. رابع حاجه، اوعى تسيب مهام صغيره من غير ما تسندها او توكلها لحد، لان ده هيؤثر على البرفورمانس العام بتاع الشركه، وفي نفس الوقت هيؤدي ده لمشاكل كتيرة جدا قدام. دي النهاردة كانت بعض النقط اللي احنا بنقول لحضراتكم اهتموا بيها كمديرين، ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. أشوفكم بألف خير. شكرا.